سيب الدراسة واتبع شغفك وابقى مليونير. طب لو الموضوع سهل كده، ليه مش كل اللي سابوا الدراسة نجحوا؟ بقى سهل جدا تلاقي حد يقول لك المدرسة فاشلة، الجامعة ملهاش لازمة، أنا نجحت لوحدي. بس اللي محدش بيقول إن مش كل الناس نفس الظروف، ومش كل واحد ساب الدراسة بقى قصة نجاح. في ناس شافت النتيجة بس اتجاهلت الطريق كله. الحقيقة الدراسة لوحدها مش كفاية، بس تجاهلها تماما ممكن يكون غلطة كبيرة. التعليم مش دايما هو النجاح، بس بيديك أساس وانضباط وفهم وفرص. المشكلة مش في الدراسة، المشكلة لما تعتمد عليها لوحدها وتوقف بناء نفسك. أنا عن نفسي مش هدفي إني أسيب الدراسة وأجري ورا وهم سريع، أنا مركز في دراستي وفي نفس الوقت بطور الإنجليش وبتعلم صناعة المحتوى وأبني نفسي. لو عندي مذاكرة يبقى فوكس، لو بطور نفسي يبقى براكتس، لو عندي هدف يبقى كملت. يعني مش يا دراسة يا نجاح، ممكن تعمل اللي لأن في الآخر النجاح مش ضربة حظ، النجاح كونسيستنسي يعني استمرارية. فبدل ما تسأل نفسك أسيب الدراسة ولا لأ، اسأل هل أنا بتعلم فعلا؟ هل بطور نفسي بره الدراسه؟ هل عندي مهاره؟ لان الحقيقه لو سبت الدراسه من غير خطه غالبا هتضيع، ولو اعتمدت على الدراسه بس ممكن تفضل الدراسه مش النهايه، بس تجاهلها مش ذكاء، توازنك هو الريال جيم. فلا، مش اي حد يقول لك سيب الدراسه يبقى فاهم. ابني نفسك، اتعلم وفكر وخلي قرارك مبني على وعي مش ترند. انت شايف الدراسه بقى اساس ولا مجرد جزء من الطريق؟